أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد على القناة. في فيديو النهاردة هنستكمل سلسلة فول فيتشر فروم سكراتش. فيديو النهاردة احنا هنشتغل على الداتا سورس والريبو واليوز كيس. فخلونا نخش في الموضوع على طول كده. أول حاجة احنا محتاجينها إن احنا نضيف باكج. أنا كنت نسيت أضيفها في الأول، اللي هي اسمها اف بي دارت. الباكج دي بتدينا كلاس اللي هو كلاس الإيثر. هو أحسن من باكج إيثر اللي الناس كلها بتستعملها، لان دي بتتحدث اول باول. الايزر بقالها كتير ما اتحدثتش وانا بقالي كتير ما استعملتهاش. ف اف بي دارت احسن منها شويه. خلونا كده نخش على طول. هنخش في الدومين هنا، هنلاقي اوريدي الباكج او البلجن بتاعت اندرويد ستوديو اللي انا كنت ضفت بيها ال اللي هو الكلاس هنا او الفايل كله. عامله لي هنا برودكتس ريبوزيتوري. صراحه بحب اختصر في الاسماء الطويله دي، بحب اسميها ريبو، بتبقى اسهل عليا شويه. وهنا برضو هنسميها products repo. الحاجات دي يعني تفضيلات شخصية. نبدأ هنا بقى نعمل ال abstract method بتاعتنا اللي هي future of either. وهنا either مش عارف، غالبا مش هتقدر تعمل import. انا مش فاهم البروجكت دوت. فيه مشكلة مع الامبورت فيه، انا مش عارف ليه صراحة. تمام، فخلونا هنا كده. سوري، لا، ماشي. خلونا هنا كده ان احنا نحط الاذر. تمام، او الامبورت يعني. تمام، وهنا هنقول له يا اما انت اذر اوف فيلير اللي هو الفيلير كلاس بتاعنا، يا اما الليست اوف برودكت او برودكت. هنا بيبقى برودكت انتيتي. حلو جدا، ونقول له fetch ونعمل import للبرودكت انتيتي وللفيلر. ماشي، هو عمل الفيلر وللبرودكت انتيتي. اذر هنا هي بتوفر لنا ايه؟ هي اذر بتوفر لنا ان انت يبقى الريسبونس بتاعك متوقع حاجتين في نفس الوقت، يا اما الفيلر اللي هو الايرور، يا اما الانتيتي او الليست الانتيتي اللي هي الريسبونس الاساسي بتاعك. بنيجي بعد كده هنا في الداتا في الريبوزيتوريز برضو، او في الامبلمنتيشن بتاعها بقى. برضه انا بحب اسميها هنا الريبو، فهتبقى products repo imple اللي هي اختصار implementation. برضه سمي دي هنا ريبو. حلو جدا. هيقول لك هنا ان في ايرور. الايرور ده عبارة عن ايه؟ missing override. هو محتاج override للميثود اللي احنا اوريدي عملناها. احنا ممكن نشيل التلاتة دول. هنا في class product entity والاف بي دوت. حلو. هو هنا عايز طبعا body، بس البادي ده هيبقى الداتا سورس اللي احنا هنعملها. هنيجي هنا نقول له remote data source، ونبدأ نقول له برضو abstract class product remote data source. نقول له future. هنا بقى مش بياخد مننا either، هنا هياخد مننا list of product model على طول. product model. وهنا في خطوة محتاجين نعملها الأول، إن احنا نروح على الكور، على النيتورك، على ال API client بتاعنا. لو نفتكر احنا كنا عاملين HTTP response هنا، هنقول له HTTP response of list of product model. حلو جدا. بس ده بكل بساطة اللي احنا هنعمله. نرجع هنا على الريموت داتا سورس. برضو انا بحب اسمي الميثودز fetch وبوست او fetch وابديت والكلام ده. تمام يا شباب. بنيجي بعد كده هنا بنعمل كلاس تاني اسمه remote data source impl. ده بيimplement remote data source. وهنا فيه بنعمل import لل API client اللي كنا عملناه، اللي هو ال retrofit client يعني. وهنا بنقول له اعمل لي constructor ليه. وهنا بنقول له ضيف لي ال missing override. هنا بكل بساطة بنقول له final data، او سوري مثلا final result equal await ال API client dot products. هنا محتاجين بس نديله async.
بس هنا ليه بيقول result dot data؟ عشان احنا عاملينه http response of list of products model. حلو جدا. بنيجي بعد كده هنا في ال products repo imple، بنرجع لها هنا بقى برضو بنقول له الريموت داتا سورس، هنعمل له import. حلو جدا. وانا عارف ان يعني الحاجة بتتكتب بسرعة علشان كوديم، بس هنشوفها مع بعض يعني. بعمل عادي variable final product remote data source. remote data source بعمله private، وبعد كده بقى importe في ال constructor. بقول له required product remote data source remote data source. وهنا بساوي يعني ال private بال public اللي انا عامله في ال constructor. باجي هنا في ال fetch بقول له ايه؟ بقول له try. حلو جدا. ماشي، بقول له try و catch. تمام، كلام جميل. باجي هنا في التراي بقول له final result للمرة التانية equal await. يبقى الريموت داتا سورس دوت فيتش. محتاجين بس هنا نحط async ونقول له return write، ونقول له الريزلت. وهنا بنقول له return left. بنقول له هنا بنقول له return left error handler دوت هاندل. ايوه ايرور هاندلر دوت هاندل الايرور. تمام. دوت فيلر، او لا احنا كنا عاملين المفروض ميثود دوت، ايوه هي دوت هاندل. ماشي، دوت فيلر. ماشي. تمام زي الفل. وهنا كده الريزلت. حلو جدا. كده بنبقى عملنا الريموت داتا سورس، وعملنا الريبو، وعملنا الامبلمنتيشن بتاعها. اخر حاجه ان احنا بنيجي هنا نعمل اليوز كيس. اليوز كيسز بقى بتتسمى حسب الحاجة، فاحنا هنا fetch products use case. يعني سميها براحتك. ماشي. class fetch products use case. هنا بتاخد مننا final products repo. هنا products repo. تمام، بنعمل لها نفس الكلام. تجين بس هنا نعمل لها import، ونقول له future of either. حلو. نقول له failure أو sorry list of product model. أو لأ، هنا بتبقى entity. ودي معلومة ممكن أكون نسيت أقولها، إن إحنا هنا في الريبو والريبو امبل واليوز كيس بنستعمل البرودكت entity. في ال API client احنا بنستعمل هنا في الداتا سورس بنستعمل البرودكت موديل، وفي ال API client برضو بنستعمل البرودكت موديل، لان المفروض الموديل ده هو اللي فيه serializable، اللي بيحول الجيسون ريسبونس للبرودكت بتاعنا، والانتيتي اللي هي بس بتتعامل مع اليو اي مش اكتر. فعلشان كده احنا بس ايه بنستعمل برودكت انتيتي في كل حاجه ما عدا الداتا سورس وال API client. ونقول له هنا مثلا fetch products، ونقول له هنا return products repo dot fetch. محتاجين بقى نعمل الامبورتات دي كلها، الفيلير والانتيتي والاف بي دارت. وبكده فاضل بس ان احنا نرن السطر بتاعنا، علشان احنا كنا عدلنا الجزئية دي في ال API client، فمحتاجين نرن السطر علشان يشيل لنا الايرور اللي بيبقى هنا، ويكون شاف يعني الجزئية اللي احنا حدثناها يعني. تمام كده ظبط. نتأكد منه، بس هو غالبا ظبط. هو خدها برودكت موديل. فبكده احنا هنبقى عملنا ادي الريموت داتا سورس بتاعنا، عملنا الامبلمنتيشن بتاع الريبوزيتوري، ودي الريبو نفسها. تقدر تزود بقى الميثودز بتاعتك براحتك بقى، فيتش وابديت وكرييت والكلام ده كله. حلو جدا. وهنا ال اليوز كيس بتاعتنا. حلو جدا. كده خلصنا فيديو النهارده. في الفيديو اللي جاي هنبدأ مع بعض نعمل الريفر بود ستيت مانجمنت بتاعتنا.
وفي نقطة انا مش هعمل يو اي، احنا هنمشي او هنتست الداتا دي بان احنا نعمل تيست فايل هنا. من ناحية نبقى عارفين ازاي بنعمل التيست فايل، وفي نفس الوقت التيست فايل هو لو اشتغل يبقى خلاص هيشتغل معاك في اليو اي. انت كده كده بتعمل تيست فايل عشان تتأكد ان الحاجة شغالة قبل ما تجربها في اليو اي. فهنبقى من ناحية بنجرب، بنعمل موك مع بعض الموضوع كله. نجيب بيه الداتا، نتأكد ان الدنيا شغالة تمام، لو في ايرور نحله مع بعض، لو مفيش يبقى احنا كده شغالين تمام. وهتبقى كده خلاص عملنا التيست فايل، من ناحية عرفنا ازاي التيست فايل بيتعمل، ومن ناحية تانية اتأكدنا ان البروسيس بتاعتنا شغال. تمام يا شباب، شكرا لانكم وصلتوا لاخر الفيديو. مستنيكم في الفيديو اللي جاي، او استنونا في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.